أهلا بيكم. أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. في سؤال بيتسأل كتير بس قليل قوي اللي بيعترف إنه مؤلم. هتختاري إيه؟ أمومة ولا كارير؟ وكأن الاتنين ما ينفعوش مع بعض، وكأن لو اخترتي واحد التاني لازم يضيع. السؤال ده لوحده كفاية يولد قلق. في فترة من حياتي كنت حامل واضطريت أمشي من شغلي. القرار ما كانش سهل ولا جه في وقت مناسب. أول إحساس دخل عليا كان القلق، قلق تقيل. كنت بصحى وأسأل نفسي أنا عايش كده إزاي من غير شغل وأنا عندي طفلين؟ هو أنا كده بدمر مستقبلي بإيدي؟ وكان في صوت جوايا، صوت قاسي مش بيرحم: انت كده بتضيعي كاريرك، هتتحبسي في الأمومة، هتطحني ومش هترجعي زي الأول. الصوت ده ما كانش صوتي، كان صوت الخوف، صوت المجتمع، وصوت الشيطان لما يحب يكسر الإنسان وهو تعيس. القلق هنا مش بس قلق فلوس ولا شغل، ده قلق الهوية. احنا اتربينا على ان قيمتنا في اللي بننجزه، فلما بنوقف شوية بنحس ان احنا اختفينا. بس الحقيقة إن الأمومة مش فراغ، ده مجهود كامل بس من غير شهادات تقدير. مش كل توقف اسمه فشل، ومش كل بطء اسمه ضياع. في مواسم في حياتنا ربنا ما بيطلبش مننا ننجز، بيطلب إن احنا نثبت ونتحمل ونتعلم. عايزة أقول نقطة مهمة قوي: فترة القعدة في البيت رغم خوفها مش بالضرورة تكون تعطيل. أحيانا ربنا بيهدينا من سرعة الدنيا غصب عنا عشان نشوف نفسنا ونسمع صوتنا. في الفترة دي ممكن نتعلم حاجات ما كناش لاقيين وقت ليها وسط زحمة الشغل، زي إننا نقرأ مثلا بهدوء حتى لو صفحتين، نبدأ مهارة جديدة، نسمع محتوى يطمنا، نكتب مشاعرنا على الورق. بتريح كتير وبتحسن نفسيتنا. ممكن كمان نبني عادات، نقرأ ورد قرآن، يكون عندنا ورد أذكار، نهتم بنفسنا وصحتنا، نستمتع بالقعدة من غير استعجال. الحاجات دي مش بتتبني فورا، بس بتتزرع جوانا وبتطلع في وقتها. عايزة أشارككم حاجة قريبة أوي لقلبي. القعدة في البيت رغم القلق اللي كان فيها كانت السبب إني أبدأ البودكاست ده. البودكاست ده كان حلم عندي من زمان، من سنين، حلم بسيط إني أعمل مساحة أتكلم فيها عن النفس، عن القلق، عن الأمومة، عن الحقيقة من غير تزييف، عن تجارب شخصية. بس دايما ما كانش فيه وقت، شغل، مسؤوليات، زحمة. لما حاجات راحت من حياتي لقيت إن في حاجات تانية بتدخل مكانها. يمكن لو ما كنتش قررت إني أقعد في البيت ما كنتش بدأت، ولو ما كنتش هديت غصب عني ما كنتش سمعت الحلم اللي جوايا. ربنا أحيانا بيشيل حاجة مش عشان يعاقبنا، لكن عشان يفضي لينا مساحة. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خير حتى لو انت مش شايفاه دلوقتي. ربنا موجود في السعي، موجود كمان في السكون. ممكن حلم قديم يفتكرنا. لو انت وحاسة انك متأخرة أو واقفة أو تايهة، انت مش ضعيفة، انت في موسم مختلف، والمواسم كلها مش للحصاد. ربنا مش دايما بيدينا اللي طلبناه، بس دايما بيدينا اللي محتاجينه في الوقت الصح. وأحب أختم وأقول: الحلم ده اتحقق في وقت ما كنتش مخططاله، بس كان الوقت اللي أنا كنت محتاجاه. يمكن أنت كمان في مرحلة مش فاهمة معناها دلوقتي، بس صدقيني ربنا ما بيكسرش، ربنا بيشكل. لحد ما نلتقي في حلقة جديدة، افتكري مش كل اللي راح خسارة، وفي أوقات الحلم بيجي لما نهدي.